سبحان من له الدوام. رحلت عن عالمنا والدة النجم الكبير أحمد مكي والفنانة إيناس مكي بعد معاناة كبيرة مع المرض، فتعالوا معايا أعرفكم تفاصيل الفترة الأخيرة في حياتها ومعلومات حصرية عنها، وإزاي كانت بتتعامل مع أحمد مكي وأخته إيناس وربتهم إزاي. تابعوا معانا الفيديو ده وهتعرفوا كل التفاصيل. من كام ساعة فاتوا أعلن الفنان الكوميدي أحمد مكي رحيل والدته عن الحياة عن طريق صفحاته على السوشيال ميديا، وكتب مكي وقال: سبحان من له الدوام، توفيت اليوم أمي حورية محمد جمال، أرجو منكم الدعاء لها، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها، اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وأدخلها الجنة برحمتك وأعزها من عذاب القبر. وكان آخر ظهور لوالدة الفنان أحمد مكي في عيد ميلاد أخته إيناس مكي كانت سنة 2021، لأنها كانت الله يرحمها مش بتحب الظهور قوي في الإعلام، وساعتها كانت نشرت إيناس مكي صورة بتجمعها مع والدتها. الكلام ده كان على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. علقت عليها وقتها وقالت: أمي حبيبتي، كل سنة وانتي طيبة وبخير وبصحة وسعادة وفي حضني يا رب يا غالية، أنا بعتبرها بمثابة الأم والابن في وقت واحد بالنسبة لي. والدة الفنان أحمد مكي رحلت عن الحياة بعد معاناة كبيرة قوي مع المرض، والكلام ده كان لمدة 6 شهور بعد ما حصل لها أزمة صحية في شهر يونيو اللي فات، وبعد ما حصل لها مضاعفات في الجهاز المناعي لجسمها كله، وده حسب كلام شخص من قرايب الأسرة. أحمد مكي حالياً في حالة حزن شديد وانهيار غير طبيعي، لأنه كان بيحب والدته بشدة، وهي كمان اللي كانت السبب في تكوين شخصيته اللي وصلته للنجاح الكبير اللي حققه في حياته هو وأخته الفنانة إيناس مكي. كان قبل كده حكى خلال وجوده في برنامج من البرامج عن علاقته بوالدته وعن موقف كوميدي حصل بينهم، فقال: كنت قاعد في مرة وبفطر مع والدتي وكان شغال مسلسل الكبير، وكان في مشهد في الكبير وكان المشهد فيه الكبير وحزلقوم وجوني، لقيتها بتبص على التلفزيون وبتبص لي قوي وقالت لي: انا مخلفاك انت وانت ولا واحد من دول. اما بقى ايناس مكي فكانت ظهرت قبل كده في اكتر من برنامج تلفزيوني واتكلمت عن اسرتها، وخصوصا والدها الجزائري ووالدتها المصرية صاحبة الأصول التركية، وازاي ربت اخواتها الأربعة وطلعتهم كلهم ناجحين. الفنانة إيناس مكي اتكلمت عن والدتها وقالت إنها ست طيبة جدا قدرت تربيهم على المعرفة وتستوعب حياة والدهم اللي كان جزء منها في الجزائر وفي الإمارات بحكم شغله، وجزء منها كمان في مصر. قالت إن أمها طول عمرها ست بتعشق القراية والمعرفة، وكانت بتطلب دايما منها إنها تشتري لها مجموعة كبيرة من الكتب عشان تقعد وتقراها وتتسلى فيها. ولما كانت إيناس تقول لها: يا ماما دلوقتي بقى في قراية على الموبايل، كانت تقول لها: أنا بحب الكتب من صغري وما أقدرش أبدا أستغنى عنها. رحم الله والدة الفنان أحمد مكي والنجمة إيناس مكي وأسكنها فسيح جناته.